مساء الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض مربى التين. زي ما انتم شايفين التين دلوقتي رخيص وسعره حلو جدا ومالي السوق. قبل ما يخلص التين بقى نكونوا جبنا شويه كده، حطيناهم في الفريزر، جبنا شويه عملناهم مربى، بجد بتبقى حلوه جدا جدا. وبعدين نعمل كل حاجه في البيت بدل ما نجيب من بره بالغالي، لا احنا هنعملوها في البيت بأقل التكلفه. وزي ما انتم شايفين شكلها بيبقى حلو جدا وطعمها كمان بيبقى جميل، وهتبقى حلوة جدا للولاد ايام المدارس. بجد هتوفر معاكي وفي نفس الوقت هتديهم طاقة. هنعملوها النهاردة بطريقة بسيطة جدا واقتصادية. وقبل ما ابدأ الفيديو بشكر كل حبايبي اللي دخلوا لي جديد، وبشكر كل اللي بيعمل لي لايك، بشكر حبايبي اللي بيرفعوا لي على المنتدى. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم يا رب. ويلا في البداية نقول بسم الله ونشوف طريقة التحضير. انا هنا معايا 4 كيلو من التين، يا دوبك هقطعهم بس كده على 4. حابة ان انتي تصغري التين وتخليه على 8 براحتك. انا يا دوبك بس بشيل الحتة الصغيرة اللي بتبقى من تحت كده في التناية، وبعد كده بقطعها على 4 بالمنظر ده. حابة تصغريها شوية براحتك، انا بحب التين كده اقطعه على 4 بالمنظر ده. وهنا انا لكل كيلو تين بحط نص كيلو من السكر. يعني انا دلوقتي معايا 4 كيلو من التين، هحط لهم قد ايه سكر؟ 2 كيلو. انا هنا في الاول نزلت بكيلو من السكر، وبعد كده هرجع احط كيلو تاني من السكر، وهقلب كويس جدا، وهسيبها لمدة 3 ساعات او 4 ساعات جوه التلاجة. وبعد كده نشوفوها مع بعض. بس في الاول هقلبها كويس جدا، وبعد كده ادخلها التلاجة، واول ما تخرج من التلاجة نشوفوها مع بعض. وكده حبايبي بعد ما خرجت من التلاجة بسم الله ما شاء الله نزلت كل السيرب او العسل اللي بيبقى في قلب التين مع السكر. ما شاء الله عايزه اقول لكم بجد تحفه. بصوا كده ما شاء الله عامل ازاي، جميله جدا جدا. وخطوه مهمه، اي مربى بتعمليها لازم تحطي عليها السكر وتسيبيها كام ساعه في التلاجة، وبعد كده حطيها على النار وهتاخدي نتيجه تحفه بجد. وهنا طبعا خدت التين فديته في حله، وبعد كده حطيته على النار، قعد معايا لمدة ساعة على نار هادية. لازم يا جماعة على نار هادية. طبعا كل ما هيطلع ريم أنا هشيله وهوطي النار، وهسيبها بقى هنا كده تستوى كده على نار هادية. حطيت هنا عود من القرفة الخشب، ونزلت بكام واحدة كده من القرنفل، وبعد كده قلبت بقى طبعا المربى كويس جدا. قلبتها بقى تقليبة وسبتها نص ساعة، وبعد نص ساعة جبت ليمونة وخدت منها المية بتاعتها، وبعد كده حطيتها بقى كده على المربى، قلبت تقليبة وبرضو غطيتها وسبتها لحد نص ساعة تاني. يعني المربى خدت معايا ساعة بالظبط على نار هادية، والنتيجة في الآخر تحفة بجد. شايفين اللهم بارك شكلها عامل ازاي؟ بجد تحفة جدا. طبعا هناخد بقى عود القرفة، خلاص ما بقاش ليه لازمة عندنا، هناخده كده نرميه. وبعد كده خلاص نجيب بقى براطيم كده تكون نضيفة وناشفة وما فيهاش مية، لان لو البرطمان فيه نقطة مية خلاص كده المربى بتاعتنا هتبوظ ومش هتقعد معانا. لكن احنا كده البراطيم بتاعتنا ناشفة وزي الفل وما فيهاش اي حاجة. انا طبعا بحط بقى هنا المربى كده في قلب البرطمان. طبعا لازم والمربى سخنة تتحط على طول في قلب البرطمان علشان البرطمان يتعقم برضو، يبقى البرطمان وهو مقفول عمر المربى بتاعتنا ما هتبوظ ولا هتعمل ريم ولا هيحصل لها اي حاجة. دي برضو خطوة مهمة جدا للمربى، ان احنا ما نستناش على المربى لما تبرد ونرجع نحطها في البراطيم بتاعتها. لا احنا هنجيب البرطمان على طول والمربى سخنة، هنحط على طول المربى جوه البرطمان وهنسيبه شوية كده في حدود 10 دقايق لما يهدى خالص. وبعد كده هنغطي البراطيم ونسيبها بقى تبرد تماما، وبعد كده ندخلها في التلاجة. وده بيكون الشكل النهائي للمربى بتاعتنا. شايفين شكلها اللهم بارك عاملة ازاي؟ وكمان بسم الله ما شاء الله كمان اللون بتاعها، وعطت لنا كمية برضو حلوة جدا من 4 كيلو تين. ما شاء الله اللهم بارك، عطانا كمية حلوة جدا جدا، هتنفع معاكي بقى فطار كده، عشاء، جنب الجبنات، حاجة بجد روعة.
ما شاء الله. وطبعا المدارس على الابواب، هتنفع بقى ايام المدارس كده برضو تعملي سندوتشات للولاد وهم رايحين، هتديهم طاقة طبعا، وبجد جميلة جدا جدا ما شاء الله. هي المربى بتبقى حلوة قوي، اي نوع مربى احنا بنعمله في البيت وضامنين النظافة والجودة، بجد حاجة روعة، حاجة جميلة جدا جدا. بتأكلي ولادك حاجة مضمونة، غير طبعا الشركات والمصانع، غير الحاجات اللي بتتعمل بره. وبجد لازم نعمل كل حاجة في البيت علشان نبطل شراء بقى، نبطل الغلاء اللي احنا شايفينه وعايشين فيه. بجد والله كل حاجة اعمليها في بيتك بنظافة، بجد بجودة عالية، الحاجة هتطلع معاكي من أول مرة تحفة جدا زي ما انتوا شايفين ما شاء الله اللهم بارك. المربى بتاعتنا طلعت جميلة جدا جدا، وكمان لونها حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك. ويلا بقى الحقي كده هاتي التين قبل ما يخلص واعملي لهم احلى مربى، هتطلع معاكي بجد تحفة جدا. شايفين ما شاء الله عاملة ازاي؟ بجد تحفة. وزي ما انتوا شايفين ده فيديو النهاردة، فيديو سهل وبسيط. يا رب فيديو النهاردة يعجبكم، أشوفكم في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.